تبدأ القصة بامرأة تدعى كاتي، ربة منزل تعيش حياة هانئة مع زوجها وابنتها الوحيدة تارا، لكن علاقتهما ازدادت بروداً وتباعداً في الأشهر الأخيرة. لدى كاتي أيضاً أخت تدعى غايل تزورها أحياناً في أحد الأيام. تطلب غايل من كاتي الاعتناء بقطتها لأنها تخطط للبقاء في منزل والديهما لفترة. في البداية تتردد كاتي في تحمل هذه المسؤولية، لكن غايل تصر على عرض أجرها. في نهاية الأمر توافق كاتي على مضض. إلى جانب واجباتها المنزلية تستمتع كاتي بالجري وتمارسه للحفاظ على صحتها. بعد بضعة أيام تذهب كاتي إلى منزل غايل للتنظيف والعناية بالقطة. في أثناء وجودها هناك تقترب منها جارة تدعى جيما وتعرف بنفسها. تفترض جيما أن كاتي تستأجر منزل غايل. في اليوم التالي تزور جيما كاتي مجدداً، يطلب منها توصيلة إلى المستشفى. تعاني جيما من ألم في البطن وتعتقد أنها حامل، لكن الطبيب يخبرها أنها دخلت سن اليأس وأن صحتها في خطر بسبب التدخين والإفراط في تناول الأدوية. هذا الحدث يقرب كاتي وجيما وتنشأ بينهما صداقة قوية تدريجياً، على الرغم من أن جيما نادراً ما تدعو كاتي إلى منزلها. خلال لقاءاتهما تتعرف كاتي أيضاً على ابن جيما ساندر. تأخذ القصة منعطفاً عندما تصيب كاتي يدها في أثناء رعايتها لقطة غايل، وهذا الحادث يمثل بداية مشاكل جديدة لها. تجبر كاتي على علاج إصابة يدها قبل أن تصاب بالعدوى. كان زوجها قد نصحها سابقاً بالذهاب إلى المستشفى، لكنها رفضت، فالإصابة تمنع كاتي من مرافقة زوجها وابنتها تارا في رحلتهما لزيارتها. في هذه الأثناء تأتي الجدة جيما إلى منزل كاتي وتطلب منها الذهاب إلى الديسكو معاً، لكن ما كان من المفترض أن يكون ليلة ممتعة تحول إلى كارثة بعد أن ثمل. تشاجرت جيما مع إحدى صديقاتها، وفي حالة غضب وتوتر غادرت الديسكو بسيارتها في طريق العودة، فتعرضت لحادث ونقلت إلى المستشفى. قلقت كاتي عليها فأبلغت زوجا جيما فوراً بالحادث. لم تنتهي مشاكل كاتي عند هذا الحد، فعادت إلى منزل غايل لإطعام القطة، لكن هذه المرة هربت القطة، وقضت كاتي الليل كله تبحث عنها لكنها لم تجدها. في صباح اليوم التالي جاء زوج جيما إلى منزل كاتي لمساعدتها على العثور على القطة، وطبعا معا منشورات، ووزعتها في الحي على أمل العثور عليها. لكن حدث شيء غير متوقع. يحدث أن يصبح سلوك زوج جيما غريبا ومريبا بشكل متزايد، وفي النهاية تنشأ علاقة غير لائقة بينه وبين كاتي في حالة نفسية هشة. تستسلم كاتي لهذه العلاقة ويصبح الوضع أكثر تعقيدا. عندما يشهد ساندر ابن جيما هذا المشهد، يقرر ساندر استغلال الموقف، فيزعم أنه وجد قطة غايل، لكنه يصر على أن تشتري له كاتي جهاز آيباد مقابل إعادته. تحاول كاتي إدارة الموقف فتعطي ساندر المال في البداية، لكنه لا يغير طلبه ويستمر في الإصرار على طلبه. في نهاية الأمر يتم العثور على قطة غايل، ولكن للأسف ماتت. هذا الخبر يترك كاتي في حيرة وقلق، فهي لا تعرف كيف تخبر غايل. لاحقاً يطلب زوج جيما من كاتي رعاية ساندر لفترة. بينما كان ساندر يقضي وقته في المستشفى مع جيما دون أن يكون لديه ما يفعله، قررت كاتي اصطحابه في نزهة لرعايته ورفع معنوياته. ولكن خلال الرحلة اعترف ساندر بمشاعره تجاه كاتي، وقال إن المودة والاهتمام اللذين يتلقاهما منها لم يختبرهما من والدته قط. شعرت كاتي بالغضب والانزعاج من سلوك ساندرز، فأمرته بالعودة إلى المنزل، ولكن ظهرت المزيد من المشاكل عندما اكتشفت غايل اختفاء قطتها. فأخبرت كاتي بغضب أنه ما كان ينبغي لها أبداً أن تكون مسؤولة عن قطتها في الوقت ذاته. واتضح أن ابنة تارا كانت تقضي وقتاً مع مجموعة من الطلاب من فصول مختلفة دون علم والديها، ولم يكن لهذه المجموعة أي تأثير إيجابي على تارا. وكان ساندر أيضاً أحد أعضائها في يوم من الأيام. عادت كاتي إلى المنزل لتكتشف وجود ساندر في غرفة تارا، وهذا الموقف أزعج كاتي بشدة وغضبت، وأعربت فوراً عن استيائها من وجود ساندرز. وعندما علم زوج كاتي بالحادثة اعترض أيضاً على وجود ساندر، وطالب تارا بتفسير. وبخت تارا وأجبر ساندر على مغادرة المنزل. ثم حذرت كاتي تارا من أنها لا تزال صغيرة جداً ولا ينبغي لها الاقتراب من الأولاد. قررت كاتي التحدث إلى ساندر وطلبت منه الابتعاد عن تارا لأنها لا تزال طفلة، لكن ساندر ادعى شرطاً غريباً قال فيه إنه لن يبتعد عن تارا إلا إذا أمضت كاتي وقتاً معه.
كان هذا الطلب مسيئا للغاية ومثيرا للاشمئزاز بالنسبة لكاتي، لذا رفضته بشدة عندما حاول ساندر لمسها. يصبح الموقف محرجا بالنسبة له فيتوقف رغم ذلك. لم تتقبل كاتي هذا السلوك أبدا. من ناحية أخرى تشعر كاتي بأن علاقتها مع تارا تتدهور، فتقرر إصلاح علاقتهما. في أحد الأيام بعد المدرسة تدعو تارا للتنزه وزيارة صالون تجميل، على الرغم من أن الصالون كان مغلقا واضطروا للعودة إلى المنزل. تشعر تارا بالسعادة والتقدير لجهود والدتها لقضاء الوقت معها. زيادة على ذلك تحاول كاتي تحسين علاقتها مع غايل. تقرر شراء قطة جديدة كهدية لغايل، لكن غايل ترفض العرض قائلة إنه لا يمكن لأي قوة أن تحل محل قطتها السابقة. ومع ذلك فهي تقدر جهود كاتي لإسعادها، مدركة أهمية علاقاتها الوثيقة. تقرر كاتي قضاء المزيد من الوقت مع تارا غايل وعائلتها، وتسعى جاهدة لجعل حياتها أكثر هدوءا واستقرارا. أحد أسباب التوتر بين كاتي وزوجها هو أنها رأت اسم مايا على هاتفه. افترضت كاتي أن مايا عشيقة زوجها، مما جعلها لا تثق به. قررت كاتي سرا أن تتبعه يوما ما. في نهاية الأمر وجدته في صالة ألعاب رياضية يراقبه. أدركت بعناية أنه يتدرب على يد مدربة اسمها مايا. بعد لقائها بمايا اكتشفت كاتي أنها ليست أكثر من مدربة لياقة بدنية. بالنسبة لزوجها أدركت أنها أساءت الفهم وأصدرت حكما خاطئا. على الرغم من حدوث جدال قصير بينهما، اعتذرت كاتي عن شكوكها واعترفت بخطئها. عند عودتهما إلى المنزل تصالح الزوجان وقررا التواصل بانفتاح أكبر مع بعضهما البعض. عملت كاتي أيضا على تحسين علاقتها مع تارا، حيث قدمت لابنتها نصيحة موجزة أخبرتها فيها بمدى أحبها والداها، وكانا على يقين من أن تارا ستكبر لتصبح شخصا يفخران به. أقامت مدرسة تارا حفلا فنيا وداعا للعام الدراسي. كانت تارا إحدى الفنانات في هذا الحدث، وملأ أداؤها عائلتها بالفخر والفرح. تنتهي القصة بنهاية سعيدة. تدور الرسالة الرئيسية للفيلم حول أهمية الثقة والتواصل الصادق ورعاية الروابط العائلية والصداقة. توضح القصة كيف يمكن لسوء الفهم والأحكام الخاطئة أن تحدث خللاً في العلاقات، ومع ذلك من خلال الجهود المبذولة لتعزيز التفاهم المتبادل والمحادثات المفتوحة والتركيز على إصلاح الروابط العاطفية يمكن سد هذه الفجوات، مما يؤدي إلى حياة أكثر هدوءاً ومعنى. كما يسلط الفيلم الضوء على أهمية تلبية الاحتياجات العاطفية للأطفال والدور الحاسم الذي يلعبه الآباء في تشكيل شخصياتهم ومستقبلهم. يؤكد أنه حتى في مواجهة التحديات والصعوبات يمكن للعائلة والحب أن يوفرا ملاذاً لإعادة البناء وإيجاد السعادة. آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المقدمة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي بالإعجابات والتعليقات